إلى شعبنا والرأي العام، انطلاقا من واجبنا الإنساني والقانوني والأخلاقي، أعلنت قواتنا بتاريخ يوم الأحد 28 مارس آذار انطلاق حملة الإنسانية والأمن ضمن مخيم الهول بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، بعد الكثير من حالات القتل والعنف التي تعرض لها قاطني مخيم الهول من قبل خلايا وعناصر داعش المتوارية عن الأنظار في المخيم، ومحاولاتهم المتكررة بنشر الفكر التكفيري الإرهابي بين صفوف الأطفال الصغار لإبعادهم عن طريق الإنسانية والمحبة والسلام. ونحن الآن وبعد انقضاء يومين من بداية الحملة نؤكد على التزامنا التام بحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي تحفظ وتصون حقوق الإنسان، حيث عملت قواتنا بكافة المعايير الإنسانية لتسيير الحملة، والتي أنتج خلال الأيام التي انقضت حتى الساعة توقيف 53 فردا من عناصر داعش، كان بينهم 5 مسؤولين عن الخلايا التي كانت تقوم بعمليات الإرهاب والعنف ضمن المخيم. كما تم ضبط العديد من أجهزة الهاتف النقال، بالإضافة للعديد من الكمبيوترات المحمولة التي تحوي معلومات عن خلايا الإرهابيين. إننا الآن نقف أمامكم مؤكدين بأن قواتنا البالغ عددها أكثر من 5000 عضو وعضوة يعملون بكل روح المسؤولية لإعادة الأمن والأمان لقاطني المخيم، وخاصة الأطفال من الفكر الظلامي الإرهابي. إننا في قوى الأمن الداخلي نؤكد استمرار الحملة حتى التأكد من ضرب أوكار الإرهابيين في المخيم. كما ننوه بأن الحملة قد وصلت ليومها الثالث دون أن تظهر أي مشكلات أو عراقيل تسبب في بطء حملة الإنسانية والأمن. القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي شمال وشرق سوريا.